المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية. المجال المغربي مجموع الموارد الطبيعية والبشرية التي يزخر بها المغرب. الموارد الطبيعية: كل المؤهلات الطبيعية التي يمكن الانتفاع بها كالتربة والماء والأشجار ومصادر الطاقة. الموارد البشرية: كل المؤهلات السكنية المتوفرة في مجال معين والتي تساهم في تنميته. يتوفر المغرب على موارد طبيعية وبشرية مهمة تتميز بالاختلاف والتنوع، لكنها تتعرض لعدة مشاكل مما يحتم على الدولة التدخل لحماية وتدبير هذه الموارد. الموارد الطبيعية بالمغرب: الماء يتعرض لتهديدات متعددة كالجفاف والتلوث، لذا يجب بناء السدود، التوعية والتحسيس بأهمية الماء. التربة: 90% منها غير صالح للزراعة، تتعرض للتعرية، التلوث، الملوحة، لذا يجب التشجير، بناء المدرجات لتقليل من خطر التعرية. الغابة تعاني من الاجتثاث، الرعي الجائر، الحرائق، لذا يجب تشجير، التوعية والتحسيس بأهمية الغابة. الموارد البحرية: استنزافها وانقراض بعض أصنافها، لذا يجب اعتماد فترة الراحة البيولوجية ومراقبة كمية نوع الأسماك المصطادة. الراحة البيولوجية: توقيف نشاط صيد البحر وجوبا لفترة زمنية. الطاقة والتعدين: تتنوع المعادن إلا أن الإنتاج يعرف تراجعا. ضعف استغلال الطاقة المتجددة، لذا يجب الاهتمام بالطاقات المتجددة. تجديد التنقيب عن مناجم جديدة للمعادن. التنقيب يعني البحث في باطن الأرض عن المعادن. الموارد البشرية بالمغرب: عرف المغرب في النصف الثاني للقرن العشرين انفجارا ديموغرافيا نتج عنه ارتفاع كبير في عدد السكان، ظاهرة التوسع الحضري، تباين توزيع الكثافة السكانية، ضعف مستوى التنمية البشرية. تتوزع ساكنة المغرب بشكل مختلف ومتباين، إذ ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الساحلية وتضعف في المناطق الصحراوية المتميزة بقساوة الظروف الطبيعية وهزالة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى هيمنة الفئات الشابة على الهرم السكاني للمغرب. تعرف ساكنة المغرب مجموعة من المشاكل، منها ارتفاع نسبة البطالة والأمية، ضعف الدخل الفردي، عدم كفاية الأطر والتجهيزات الصحية، أزمة السكن. يعتبر مؤشر التنمية البشرية في المجال الريفي ضعيف مقارنة بالمجال الحضري. جهود تحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب: يقوم المغرب برصد مجموعة من البرامج لتنمية الموارد البشرية، ومن أهمها المشروع النموذجي لمحاربة الفقر، الدار البيضاء، مراكش وطنجة، استراتيجية 2020 للتنمية القروية من خلال دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وحماية البيئة، برنامج التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر، الحوس، شيشاوة، شفشاون والصوير. مجهودات تطوير مستوى التنمية البشرية في الميدان التعليمي والصحي، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى معالجة الإشكالات الاجتماعية وتأهيل الموارد البشرية. رغم الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية وتأهيل الموارد البشرية، فإن المغرب ما زال يعاني من هشاشة الأوساط الطبيعية وضعف مستوى التنمية البشرية. وفي الأخير كنت معكم أنا أيوب من قناة أيوب سعد. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب. شكرا على حسن تتبعكم ودمتم في أمان الله.